بنص كوباية زيت هتفرزي أكبر كمية من البطاطس بطريقة سهلة جدا ومن غير قلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وصفة النهاردة سهلة وبسيطة وموفرة، توفير التوفير. هنفرز مع بعض البطاطس فرم فريتس بطريقة سهلة جدا ومن غير قلي، ومش هتشرب معاكي زيت، والنتيجة هتطلع معاكي هايلة جدا. احنا عملناها مع بعض السنة اللي فاتت، قلناها نص قلية. تمام. السنة دي الزيت غالي ومش متوفر كتير، فاحنا عايزين نوفر بقدر الامكان. فتعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي ومن غير قلي، بأسهل طريقة. ان شاء الله تعجبكم جدا والنتيجة هتطلع هايلة. اول حاجة كده هتجيبي كمية من البطاطس اللي انت عايزاها، لو حتى 2 كيلو ب2 كيلو هتعمليهم، مش لازم تعملي كمية كبيرة مرة واحدة وتتعبي نفسك. تمام. انا جبت كده مبدئيا 6 كيلو من البطاطس. البطاطس اللي انا جايباها اللي هي الحمرة، فيها نقط حمرة كده. البطاطس دي حلوة جدا في التحمير. اهم حاجة البطاطس اللي انت تجيبيها تفرزيها تكون بطاطس تحمير. البطاطس دي سعرها في السوق 13 جنيه. في بطاطس اللي هي البيضة اللي هي بتاعة التحمير برضو، دي ب15. فاللي انت حباه تقدر اللي انت تجيبي منه. فالنوع ده برضو بيبقى حلو جدا، اللي هي البطاطس الحمرا دي بتبقى حلوة جدا في التحمير. تمام. اول حاجة بقى كده هنبدأ مع بعض اللي احنا نقشر البطاطس بالسكينة بقى بالمقشرة اللي انت حابة تقشري بيها. هتقشري بقى الكمية كلها زي ما انت شايفة كده، وحاطة جنبي طبق فيه مية اللي بقشرها بحطها فيها علشان ما تغيرش لونها. زي ما انتوا شايفين كده من ايديا بقى، والبطاطس فيها طينة وكده، فالبطاطس مش نظيفة خالص. خدتها بقى تحت الحنفية ومسكت واحدة واحدة كده، غسلتها كويس جدا لحد ما نطفت معايا. بعد كده هتجيبي بقى البطاطس وتجهزي برضو طبق فيه مية جنبك، اللي هتقطعيه هتحطيه في المية دي. اهم خطوات تعمليها علشان البطاطس ما تغيرش لونها معاكي وتسود كده من اولها وتبوظ معاكي وتقولي ده البطاطس باظت مني. فاهم حاجة؟ خدي بالك من الخطوات دي. بتقطعي بقى البطاطس ولا تخينة ولا رفيعة، يعني ما تعمليهاش اللي هي رفيعة قوي علشان تستحمل معاكي الخطوات اللي انت هتعمليها، وتستحمل كمان اللي هي تتفرز معاكي. تمام. شايفين اللي انا بقطعها بحطها في المية على طول، دي اهم حاجة. هقطع بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة، بقطعها شرايح كده، وحاولي اللي انت تقطعيها قد بعضها، يعني تبقى الشرايح قد بعضها والصوابع تبقى قد بعضها برضو. تمام. وقطعيها بقى ايه، تبقى ماسكه نفسها، ولا رفيعه ولا تخينه، لحد بقى ما تخلصي الكميه بتاعتك. زي ما قلنا تقدري اللي انت تعملي 2 كيلو ب2 كيلو، مش هتاخد معاكي وقت خالص. طبعا البطاطس لو انت عايزه تفرزيها تعينيها يعني كده من غير تقطيع ولا تحطيها في الفريزر، تبقى بره يعني التلاجة، لازم يكون فيها طينه. تجيبي البطاطس يكون فيها طينه علشان تعيش معاكي. خلصت الكميه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى النشا اللي هي على المية دي لازم تتغسل كويس جدا، وتغسليها كذا مرة لحد ما النشا اللي فيها تروح منها خالص. بعد كده جبت حلة على النار وحطيت فيها مية، وهسيبها لحد ما تغلي معايا. حطيت فيها نص كوباية من الخل ومعلقتين كبار من الملح. الخل والملح دول مادة حافظة عندي. هبدأ بقى اللي انا احط البطاطس، والبطاطس تسيبيها في المية وتشيلي اول باول برضو كده علشان ما تغيرش برضو لونها معاكي. لحد كده تمام. حطيت البطاطس كده الكمية اللي حطيتها في المية. اول ما بحطها بديها تقليبة كده، وهتسيبيها لحد ما تبدأ اللي هي هتبدأ تغلي معاكي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ما تسيبهاش تغلي كتير، لا، هتبدأ تغلي بس كده. هتقومي شايلاها مجهزة بولة فيها مية ساقعة. طبعا المية بتنزل من حنفية ساقعة جدا كأنها جاية من الفريزر. فبطلع بصفيها كده بالمصفى واحطها في المية على طول، علشان توقف عملية التسوية والحرارة اللي هي فيها، ما تفضلش سخنة وتتهري مننا. تمام. شلت بقى كل الكمية بتاعتي بالشكل ده. هبدأ بقى اللي انا اجيب تاني واحط كمية تانية، وهعمل نفس اللي انا عملته بعمله في كل مرة. بس بقى اول ما بحطها طبعا المية بتفقد حرارتها شوية. تسيبيه اول ما هتبدأ اللي هي هتغلي كده معاكي تقومي شايلاها على طول. باخد بقى البولة اللي هي فيها البطاطس دي. طبعا المية هتسخن منك، فباخدها تحت الحنفية، انزل المية اللي فيها واشغل مية عليها تاني لحد ما تبرد معايا. تمام. بعد ما تبرد بحطها في المصفى بالشكل ده واسيبها تصفي ميتها.
حوالي 10 دقايق كده او اقل كمان. بعد كده فرشت ملاية نظيفة، حطيتها على الرخامة، وبدأت اللي انا افضي البطاطس بتاعتي من المصفى عليها علشان انشفها من المية كويس وتصفي اي مية زيادة فيها. ممكن تحطي بقى فوطة بتاعة مطبخ برضو نظيفة فالمتوفر عندك. انا عشان الكمية حطيت الملاية عشان تاخد الكمية بتاعتي كلها. تمام. فردتها بقى بعيدة عن بعضها كده، وبعد كده بجيب الطرف التاني بتاع الملاية وهبدأ اللي انا اغطيها يعني شوية صغيرين حوالي 5 دقايق كده تتشرب برضو المية. وبعد كده بمسك بقى ايه حتة حتة كده وانشفها، احاول اللي انا ما اسيبش فيها اثار مية خالص. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنشف كده، بحاول اي مية كده زيادة معايا تبقى اللي انا انشفها كده وما يبقاش فيها اي مية خالص علشان ما تبص مني. شايفين ماسكه كده جزء جزء، ما بسيبوش لحد ما بنشفها خالص. عايزه اقول لكم ان على قد ما انا سبتها في المصفى تتصفى، الملايه برضو كانت شاربه ميه كتير، فلازم تنشفيها كويس. غطيتها بقى ال5 دقايق اللي هما زي ما قلت لكم كده علشان برضو ما تغيرش لونها، وبعدين رجعت اللي انا انشف فيها تاني. هلمها بقى على بعض بالشكل ده بعد ما نشفتها، وتعالوا بقى نشوف هنخزنها بقى في الفريزر ازاي. احنا لحد دلوقتي ولا قلينا ولا استعملنا زيت خالص. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت بولة بقى وهبدأ اللي انا اخد شوية كده من البطاطس، وعملنا فيها كذا مرحلة وحطيناها في المية وغسلناها وقعدنا ننشف فيها، وما شاء الله ولا اتكسرت ولا اتهرت ولا اي حاجة، سليمة ما شاء الله زي ما هي، وما غيرتش لونها ولا اي حاجة. معايا بقى نص كوباية من الزيت. نص كوباية دي هتكفيلي البطاطس كلها. هقسمها على 3 مرات. تمام. حطيت كده شوية وبدأت اللي انا اقلب البطاطس، فضلت اقلب كل شوية كده لحد ما البطاطس كلها تتغلف بالزيت. الزيت ده بقى لما نيجي نحطها في الفريزر مش هتخليها تلزق في بعضها وهتحافظ لي عليها برضو. تمام. جبت بقى صينية اي حاجة عندك هتدخل الفريزر، وهجيب كيس تلاجة فتحته بالشكل ده، والكمية اللي انا عملتها بالزيت هبدأ بقى اللي انا احطها كده واوزعها. حاولي اللي انت تحطي واحدة جنب واحدة كده علشان ما يلزقوش في بعض. وعلى فكرة حتى لو لزقوا في بعض برضو مش هتلزق في بعضها، هتفككيها كده بايديكي بعد ما تتجمد هتتفك معاكي على طول بكل سهولة. وهيقابلنا على فكرة دلوقتي وهتشوفوا، لان الزيت اللي احنا حطيناه ده ساعدني البطاطس ما تلزقش في بعضها. تمام. سويتهم كده جنب بعض بالشكل ده، وحطيت كيس تاني وهبدأ اللي انا احط بقية الكمية. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. يعني تعملي على الكيسة كده وتحطي تفرديها جنب بعضها. جبت برضو شوية تانيين وحطيت عليهم شوية من الزيت، وبدأت برضو اعمل نفس اللي انا عملته في المرة الاولانية. بفضل اقلب كده لحد ما البطاطس كلها تتشرب من الزيت وتبقى كلها متشبعة بالزيت كده معايا، وبتبقى باينة قدامك اللي كلها بقى فيها زيت. تمام. وبحط بقى ايه كيس كيس كده بين كل طبقة والتانية، ولحد ما بخلص الكمية كلها ادخلها بقى الفريزر. انا كنت عاملاها من بالليل، يعني اقل حاجة ساعتين علشان تتماسك وتجمد كده مع بعضها. فانا سبتها بصراحة من بالليل لتاني يوم، لان انا كنت عاملاها بالليل. تمام. شايفين بقى في كذا بطاطسايه هي زي ما انتوا شايفين عامله ماسكه في بعضها، بعملها بالراحه كده بتتفك معايا بكل سهوله. شايفين ما شاء الله ولا جرالها اي حاجه ولا غيرت لونها ولا حاجه، ما شاء الله بجد حاجة كده تحفة جدا. بشيلها بقى وبجيب اكياس تلاجة وبحط فيها على قد الاستعمال، يعني على قد استعمال مرة، علشان لما تيجي تطلعيها ما تطلعيش وترجعي تحطيها في الفريزر تاني. لو انتي عايزة تعملي تزودي الكمية في القلية هتطلعي مثلا كيسين 3 على حسب ما انتي عايزة، كيس حسب احتياجاتك بقى. فانا عملت كده، قسمت في الاكياس كل كيس على حسب الاحتياج اللي انا بحتاجه في المرة. طبق يعني الكيس ده يعمل طبق حلو، فانتي عايزة تعملي بقى اكتر من كده هتطلعي. تمام. فهعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة، واهم حاجة اللي انت تطلعي برضو الهوا منها ما يبقاش فيها هوا علشان تعيش معاكي كويس وتبقى حلو. قفلت الاكياس بتاعتي ما شاء الله ال6 كيلو عملوا لي كمية حلوة جدا. هعينهم بقى في الفريزر على طول وقت الاستعمال، هيسهل معايا على طول. يعني مثلا في السحور بدل ما اقعد اقشر واقطع واعمل، لا هطلع من الفريزر على الزيت على طول ويكون الزيت سخن.
تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. بجد طريقة موفرة جدا، مش هتستعملي بقى زيت كتير ولا حاجة، وهتوفر عليكي بجد. وطريقتها سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا. لو الوصفة عجبتكم ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ودعوة حلوة منكم. ممكن برضو لو انت على الفطار عايزة تعملي بطاطس جنب الوصفة اللي انت عاملاها، هتطلعي برضو وتعملي على طول. والكمية اللي انت حابة تعمليها وعايزاها تقدري اللي انت تفرزيها. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير دايما.